عن وجهة نظره، والراجل مد ايديه زي ما سألنا الكابتن سمير زاهر ومد ايديه. هناخد بقى صاحب القضية برضه من الناحية الثانية الكابتن أسامة خليل ونسأله. مساء الخير يا كابتن أسامة. اهلا يا سيف، ازيك يا سيف؟ ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ الله يبارك فيك. اهلا بيك. كله تمام يا فندم، الحمد لله، ربنا يخليك. كابتن أسامة، الحقيقة كان معانا الكابتن سمير زاهر دلوقتي وكنا بنتكلم على مبادرة. احنا عارفين ان خلافات كتيرة ما بين الكابتن سمير وحضرتك استاذ عريبي دكتور عمرو عبد الحق، وقلنا بقى خلاص كفاية خلافات، والكابتن سمير اعلن ان هو مش موجود في الاتحاد تاني، ويعني زمن الاداره بالنسبه له انتهى، وقال ان هو مستعد يعني الحقيقه يمد ايده لاي خلافات واي حاجه وتقعدوا كلكم على ترابيزه واحده. راي حضرتك ايه؟ لا، اولا انا يعني في غايه الامتنان لكل الاسماء اللي انت طرحتها حقيقه يا سيف، لان كلها شخصيات محترمه، وكل الشخصيات دي بتحاول بقدر الامكان عمل شيء ايجابي لتطوير كره القدم ومنظومه كره القدم في مصر. طبعا الكل يعلم انا بالنسبه للكابتن سمير زاهر على المستوى الشخصي، وانا اعلنت الكلام ده مرارا وتكرارا، واعلنته كتير حقيقه ان مفيش مشكله شخصيه. يعني لما في الخلاف مع الكابتن سمير زاهر كان خلاف في السياسه، في سياسه اداره المنظومه ككل، لكن على المستوى الشخصي هو يعلم جيدا ان انا اكن له كل الاحترام، ومفيش غير الاحترام والود بينه وبينه على المستوى الشخصي. كابتن أسامة، اتفضل. كابتن أسامة، بمنتهى الصراحة، هل حضرتك لو وجهنا دعوة ان يبقى حضرتك اجتماع مع الكابتن هاني ابو ريده، حضرتك اللي هو حرب الدهشوري، استاذ عبد المنعم عماره، كابتن سمير زاهر، كل الشخص، يعني مش عايز انسى استاذ عريبي، كل الناس اللي ممكن تتكلم في الكوره، هل حضرتك ممكن ترحب، ممكن تكون موجود، ممكن تتبادلوا الاراء، ممكن فعلا تبصوا لقدام وننسى كل اللي فات؟ بالعكس، انا حقيقه هاخد من كلامك ظاهره ايجابيه جدا، وهو ده المفروض يكون. يعني الواضح ان هناك اختلاف في وجهات النظر بالنسبه للسياسه اللي كانت مطروحه على الشارع الكروي في السنوات اللي فاتت، فبالتالي احنا النهارده كلنا في محنه عدم لعب مباريات كره القدم، لعدم وجود كفايه امنيه داخل الملاعب الكره. لازم احنا كأسرة كرة قدم نواجه هذه المشكلة بنظرة إيجابية. ده مش هيجي يا سيف إلا من خلال مناقشة الآراء. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هناك اتجاهات وآراء مختلفة. مفيش مانع أن الكل فعلا يجلس على ترابيزة ويبدي وجهة نظره. أنا لما أجي النهاردة أتكلم على أن هناك رجل كرة القدم الأول في مصر فلان، أختلف في هذا التعبير. هذا التعبير تعبير خاطئ جدا. ليه؟ لأن هناك إمكانيات لناس كتيرة جدا في مجالات مختلفة، لكن ممكن كلنا نتعاون على أساس إيجاد منظومة صحية تهتم بتطوير لعبة كرة القدم وتطوير الأندية التي تعاني وعانت كثيرا من الفترة اللي فاتت. هو ده كابتن أسامة بمنتهى الصراحة التصريح اللي احنا برضو، أو المبادرة اللي احنا كنا يعني نتمنى برضو نسمعها من حضرتك. شكرا الكابتن أسامة خليل، الكابتن محترم. الحقيقة مبادرات زي ما قلت برضو بنقرر، اتكلمنا على أسامي محترمة كلها، أستاذ فايز عريبي، والراجل أبدأ يعني رحب جدا وقال ان هو مستعد يقعد مع أي حد وننسى اللي فات، دي صفحة جديدة. الكابتن أسامة خليل دلوقتي بيقول ان انا مع المبادرة، الكابتن سمير زاهر بيقول انا ما عنديش ادنى مشكله، ويبقى الاسم الاخير اللي قلناه والشخصيه المحترمه الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر اسبق. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك.